لما قلت لكم ان الناس الحلوة حوالينا في كل مكان ما كنتش بكذب عليكم. احنا بقى هنروح للناس الحلوة في اي مكان، حتى لو المكان ده ألمانيا. اهلا بيكم في ألمانيا مع الفنان السوري الكبير سرور أهلا علواني. أستاذ مراد، تفضل. يلا بينا بقى في جولة في ألمانيا. يا أهلين وسهلين، أهلين وسهلين، تفضل. بيسعدني يكون معكم وشكرا لكم. رحلة طويلة، بلاد مختلفة، ازاي انعكس ده على أعمالك؟ نعم، هلا في جميع الأحوال أي كائن بشري يعني بتغير من مكان لمكان، أكيد بتغير حتى كثير طريقة تفكيره وسلوكه وحتى أمور ما لها علاقة بالفن. فكيف الفن؟ الفن طبعا هو كونه بيلامس مثل ما بيقولوا الروح والداخل يعني، فبتظهر كثير لأنه الفن هو تعبير كثير حساس عن مضمون الداخل. فالمضامين الداخلية بتظهر كثير بعمل الفنان، فانتقالي أكيد بيئة جغرافية، انتقال بيئة جغرافية، المناخ، علاقات المجتمع كمان يعني، فكله بيأثر على الفنان. تعرفوا الفنان حساسيته العالية بيلقط أقل التأثيرات الموجودة وبيعبر عنها بطريقة ما حسب ثقافته بمنتج العمل الفني. فأكيد المناطق الجغرافية المختلفة بتفرض علي بطبيعة الحال يعني إنه كمان تغير رؤيتي لموضوع العمل الفني، كان بالتكوين بإحساس تجاه المحاور الأكسس بسموه أو الحار والبارد، وكثير علاقات المعايير الفنية في العمل الفني. نعم. احنا كبني ادمين عاديين يعني لما بنروح من مكان لمكان ما بناخدش بالنا قوي من تفصيلة صغيرة ممكن تفرق مع الفنان، اللي هي اللون. اللون بيختلف ازاي من بلد للتانية؟ نعم، هلا موضوع الالوان تحديدا، او الشيء له علاقه بالالوان او درجات الالوان او قيم اللون الواحد ودرجاته كمان تتغير حسب حساسيه الفنان ومدى التقاطه للحاله هاي. ف هلا اللي عايش بالرياض مثلا، ريف الرياض، في عندي انا سماء وارض فقط، يعني صحراء وسماء، يعني عندي لونين، اضاءه قويه شمس قويه، فشوف اللون وظله. فالتقاطي للقيم الالوان الموجوده هناك حتكون حتما اقل من مناطق فيها ظل. فبالظل بنشوف ملايين درجات الالوان، زائد حتى بالطبيعه نفسها، الشجره نفسها الاخضر مو هو عباره عن لون اخضر، ملايين درجات الاخضر المختلفه موجوده في الشجره، غير ما تكون الشجره في الوطن العربي. في مصر كمان الشمس قويه كثير، بشوف انا 3 درجات 4 درجات من الاخضر. اما هون مثلا كونه بالظل فبشوف مقايم كثيره، قيم كثيره للاخضر، حتى مو اخضر المباشر، احيانا بنشوف الالوان قريبه من الازرق، قريبه من اللون الحار برتقاني الى اخره. نعم. أستاذ سرور، خلينا نتفق إن متلقي الفن في الشرق غير متلقي الفن في الغرب. أنت حليت المعادلة دي إزاي؟ يعني أنت عملت إيه؟ اتغيرت ولا أنت زي ما أنت؟ المتلقي اول شيء في وحده انسانيه بين الناس كلياتها، في شيء موضوع الاحاسيس والشعور، كان الياباني او الامريكي او المصري او السوري، فكلهم هي متلقي، بالتالي بيلتقي احاسيسه. بس كمان هذا المتلقي بيتغير حسب الباك جراوند تبعه، ثقافته، عمره، دراسته، اهتماماته، عقيدته، حتى القبيله العلاقه، يعني مفهوم. مثل ما بنعرف هلا اللون الاحمر لا يعني للعاشق كما يعني للمقاتل او للطباخ. فاللون الأحمر بيختلف حسب الإنسان، مهنته مثلا أو بيئته الجغرافية. فمثلا إذا كان واحد ببلد بارد يعني كطقس بارد، مفهومه للدرجة الألوان الباردة غير مفهوم ابن الصحراء أو ابن المناطق اللي فيها حرارة يعني. فأكيد بتلقي بتغير كما هذا الموضوع، بس بشكل عام كمعاني عامة في شيء مشترك إلى حد ما، أصحابين الثقافة الواحدة طبعا. أوروبا المتخمة بالفن، هل في فرصة للفنان عربي إن هو يروح هناك يبقى موجود، يزاحم، ينافس، يتشاور عليه؟ أنت شايف الوضع عندك إزاي؟ نجاح الفنان بيعتمد على 3 عناصر:
الميديا ومدى الاعلام وشهرة الاسم. بعدين بيجي مثلا المكان اللي بيعرض فيه العمل، اذا كان مكان فاخر جدا كمان بيعطي قيمه للعمل. بالمرتبه الثالثه بيجي قيمه العمل الفني، فقيمه العمل الفني المرتبه الثالثه ولسه المرتبه الاولى. طبعا حتى بجوز تساليني ليش، يعني ليش هذا الموضوع؟ لانه هذا الذوق العام عند البشر، الناس صاروا كثير هيك بيهمهم البروباغندا والسطحيه، ما دخلوا بعمل. هلا بتعرفي تماما، اعطيه اي قصه قصيره 3 صفحات لاي شخص ما بيقرا، بيقول لي الملخص دغري، يعني شو الغايه وخلاص. يعني موضوع التسارع وعلاقه الانسان مع الزمن، في مشكله، في كارثه عم تصير. ففي كثير امور هاي، يعني في تفاصيل كثير في هذه القصه. هذا السؤال. المرأة كان ليها وجود كبير في سكتشات حضرتك ولوحاتك. بتفرق المرأة اللي انت رسمتها اللي هي بتنتمي للشرق عن المرأة في الغرب؟ يعني انت المرأة اختلفت في أعمالك؟ راح نعم، راح احكي بكل صراحه على مفهوم المراه عند الثقافات مختلف. مثل ما بتعرفوا يعني كان بالتاريخ ولا حاليا، والقيم الجماليه وتعلق الرجل بالانثى وكثير امور موجوده. عم نحكي بشكل علمي. فاوروبا عمليا الانثى لك ما بتعني له مثل الشرق بالعكس، بالشرق الانثى كثير مقدره، كان اخت او حبيبه او ام او زوجه الى اخره. فالمراه بالشرق لساتها عندها الملكه يعني. باوروبا لا، هي مثل الرجل تماما، ما في الحاله اللي بنحسها تجاه المراه مثلا كشرقي. بتفهمي علي انت موضوع اللي نحن نظرتنا للمراه كان باي صيغه علاقتي مع المراه، قلت لك يا بنتي ولا مدامتي ولا اختي ولا امي، كل هدول امور تختلف باوروبا. باوروبا ما في هذا الشيء، المراه تقريبا كثير تشبه الرجل. فالتعلق بالمراه ما موجود. يعني مثلا من ناحيه الاعمال، انا سويت معرض في القاهره، اذا بتتذكري انت او الاستاذ سمير او حدا من اصدقائنا في القاهره، سويت معرض سكتشات عن المراه، عن الانثى. تقريبا كل المعرض تم اقتناؤه. يعني ليش؟ في حاله جماليه للانثى غير ما موجوده باوروبا. سرور علواني طبعا احنا فاكرينه من ايام ما كان معانا في مصر، وهو هو انسان يعني فنان في حاله فنان. طبعا انا مقدر الغربه ومقدر السفر، لكن اعتقد ان سرور في مكان كله ثقافه وفن، وهيتيح له ان هو يشوف حاجات كتيره جدا. واحنا سعداء باللي هو بيبعته والصور اللي بيبعتها، لان هو فعلا عاشق للفن وعاشق للون والتكوينات الجميله اللي بيبعتها. احنا سعداء بيها وعاوزين نشوفه بقى في مصر كمان، ويبقى معانا تاني ونعرض مع بعض تاني. احنا عرضنا مع بعض في وسط البلد. أستاذ سرور، أنت هنا في مصر كان عندك دايرة أصدقاء كتيرة جدا، سواء فنانين أو ناس حضرتك دربتهم. لما سافرت بقى ألمانيا، هل أنت دلوقتي محاط بدايرة من الأصدقاء؟ يعني شكل علاقاتك الاجتماعية عامل إزاي؟ والله انا كوني انسان مؤمن، اؤمن بدعاء الوالدين. فكانت المرحومه امي تقول دائما وين ما تروح الله يبعث لك اولاد الحلال. في شيء مثل هذا عندنا في سوريا بيقولوه، الله يبعث لك اولاد الحلال. فسبحان الله انا هذا تحقق لي في انتقالاتي كلها خارج سوريا، وين ما اروح الاقي ناس في هذا الموضوع. يعني في مصر التقيت باكثر من شخص، ما بحب اذكر اسمهم، لا الفنانين المشهورين في مصر يعني. فكلهم كانوا ودودين، ومثل ما بتعبير انه وجدت في دائره كلهم اصدقاء، ووقفوا معي او ساعدوني ودعموني اكثر من بلدي يعني في مصر صراحه يعني. في الرياض نفس الشيء، التقيت في ناس كثير هيك حوالي. في اوروبا البارده بمشاعرها، البارده في علاقاتها الاجتماعيه، البارده في كثير شغلات، يعني كله برد، كله برد. لقيت حميميه، لا لقيت اصدقاء المان رحبوا فيني. بجوز كمان الالمان هون في ملاحظه بدنا نحكيها يعني، ولو بجوز ما دخل بالموضوع بس لازم احكيها. الالمان والاوروبيين بشكل عام ما بيحبوا الانسان الشرقي بشكل عام، بس اذا شافوه او على تجربتين ثلاثه، اذا شافوا سلوكه، حبوا سلوكه من موضوع كثير معايير الانسانيه الحلوه، بيتعلقوا فيه بطريقه فظيعه حتى اكثر من الشرق. انا عندي كثير اصدقاء المان بيتعاملوا معي اكثر مع الالماني، بيحبوني بطريقه فظيعه، وانت ما بدي اياهم بيتواجدوا كمان.
طبعا ألف مبروك نجاح معرضك الأخير النجاح الكبير، وتقريبا تم اقتناء معظم اللوحات. عايزة أعرف بقى إيه السر، يعني ليه المعرض الأخير ده انتشر قوي كده، وبيفرق إيه عن بقية المعارض اللي أنت عملتها قبليه؟ على الصعيد نشاطي الفني في اوروبا بشكل عام، لانه هون بتعرفوا اوروبا دوله واحده عمليا من ناحيه الاتحاد الاوروبي. فاذا كنت هون ممكن اسوي كثير نشاطات بالنرويج، ببلجيكا، بفرنسا شاركت في اعمال، بهولندا عندي معارض دائما او عندي اعمال، في المانيا باكثر من مكان. يعني عدد المعارض عدد كبير، يعني يمكن فوق 30 معرض مشترك وخاص. فمعرض الأخير كان في مدينة هاجي أو مدينة صغيرة في شمال عند بحر الشمال في شمال ألمانيا على الغرب، يعني اتجاه هولندا وفي الشمال. هذه المدينة بسيطة جدا. أنا تفاجأت بقفزة نوعية في موضوع الحضور والاقتناء الأعمال كمان، لأنه بتعرفوا الأوروبيين ما كثير بيقتنوا أعمال. هذا الكلام اللي نحكيه إنه أوروبا ما أوروبا، كثير في شيء من البروباغندا، الحقيقة مو هيك. ما بيقتنوا اعمال، بياخذوا صور عن الاعمال وليس الاعمال. هي فمدينه هاجي هاي كان فيها الناس. كان سبب نجاحي ما بتصور العمل الفني بقدر ما هو فريق العمل اللي اقام المعرض والناس اللي كانوا يجوا. فالاعلام الميديا انه هذا شخص مهم، شوفوه. فكان في تشجيع بطريقه ما. هذا اللي سبب نجاح العمل. انا ما بقول سبب نجاح عمل اعمالي، لا، في كثير معارض ثانيه ونشاطات ثانيه سويتها اعمال مهمه اكثر، بس ما رافقها هذا الشيء، الموضوع الدعايه والاعلام والمسائل هذه. طبعا هذا صار كثير موضوع، كان من انجح المعارض نسبيا، يعني نسبيا اللي طبعا بحكي في المانيا. انا اعمالي اكثر تباع في هولندا اكثر شيء. هولندا يمكن هولندا علاقتها مع الفن او الناس علاقتها مع الفن اكثر حميميه. تفاصيل يومك عامل إزاي؟ يومي عمليا عم يبدا مثل ما مزاجي، يعني يبدا الساعه 4 صباحا، يبدا 4 مساء، يبدا ما في ضابط معين. بس بشعر بنفسي احيانا بكون نايم كانه في شخص او الناس عم تناديني قوم ارسم، يعني بحس طاقه معينه. او احيانا بكون بفكر بشيء معين، فهو حلم ولا شعور ولا بين الحلم والاستيقاظ، يعني في شغله ما بشعر انه قوم ارسم. يعني احيانا بكون عم بسمع شيء معين موسيقي ممكن يعطيني انه اشتغل باللون الفلاني، الوسيط بين اللون الفلاني واللون الفلاني. كيف بتصير ما بعرف. فنحن يبدو اللي بيشتغلوا بالفن كائنات مختلفة عن الانسان العادي، فنحن مو عاديين، يبدو هيك شيء. حلم السفر بيراود ناس كتير، سواء فنانين أو غير فنانين. من موقعك هناك بقى تنصح الناس تقول لهم إيه؟ يعني يسافروا ولا ما يسافروش؟ اوروبا فيها حرية بالنسبة لي عم بحكيها، وفيها شعور بالامان. بس في كثير امور ثانية مثل العلاقات الاجتماعية يعني تقريبا يعني بتوصل احيانا لا شيء، يعني علاقات اجتماعيه. يعني كيف حتى الوجوه للاسف نحن كمناطق الشرق بنيجي لهوني، حتى مشاعرنا وجوهنا بتتغير، ملامحنا بتتغير، لانه ما في حاله انفعاليه. فموضوع هو الانسان صفي. كيف انا مثلا بفضل انه اعيش بين انتقل، يعني مثلا صباحا اكون هنا وبالنهار ومساء بعد المغرب اكون في الشرق. بقى ايه نوع المزيكا اللي انت بتسمعها عندك؟ يعني لسه مستمر ان انت تسمع الاغاني القديمه اللي انت كنت بتحب تسمعها وانت موجود هنا، شفتك كذا مره بتسمعها، ولا المزيكا بتاعتك اتغيرت؟ بسمع رافيل، بسمع غالبيته كلاسيك. يعني كلاسيك ليش؟ لانه بحطني بمضمون للعمل واستمر لقدم انتاجي. عرفتي؟ فيفالدي مثلا فصول الاربعه بتعرفوا، هذا بحطني بجو العمل بشغله فلانيه، بس مو قضيه موضه. انا ما بشتغل بموضه. بتعرفوا في تعريف للموضه حلو كثير، بيقول الاستمرار في عدم الاستمرار. يعني في فلسفه شوي. الاستمرار في عدم الاستمرار. الموضه مشان تغير كل فتره وفتره. فالاغاني الكلاسيكيه اكثر شيء بتاثر علي. او ممكن احيانا اذا بدي احتاج لحالي روحانيه ممكن افوت على اليوتيوب او اي برنامج، يعني او تطبيق او كذا، بفوت على النت مشان اسمع شغله معينه ما فيني انقطاع الروح، او اسمع صوت قارئ قران جيد.
فانا طبيعتي من صغري انا كنت اسمع اغاني شرقيه لها علاقه مثل اغلبيه الناس. يمكن هلا الجيل الجديد ما بيعرفوها، مغنيه اسمها فيروز ما بيعرفوها هلا، او ام كلثوم ما بيعرفوها جيل جديد. هلا سالته الجيل الجديد بيقولوا مين هاي فيروز او ام كلثوم. فكنت اسمع هيك شغلات تعطيني حاله معينه روحانيه معينه استمر. هلا ما فيني اسمعهم نهائيا، لانه انا بس اسمعهم تنزل دمعه بعيني، لانه بحس كان عصر وراح. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا وتسبقنا سنين. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا وتسبقنا سنين. إذا كنا عطول التقينا عطول، ليش نتلفت خايفين. ولو سألتك بتفكر بقى في ايه دلوقتي هتقول لي ايه؟ لما امشي افكر بايه؟ سؤال كلمه واحده بس افكر ايه؟ ليه جينا هنا؟ شو جابنا لهون؟ ليش؟ طبعا والجواب لليش في اجيب. حبيبي أنا كلمة ودعنا كأنك ودعنا